اسمي ساره، عندي 28 سنة، وأنا دلوقتي عايشه في موقف محرج جدا مش عارفه التصرف فيه إزاي. الموقف ده بدأ من شهرين بالضبط، لما خلو سيرة شغلي في شركة الإعلانات اللي كنت شغاله فيها. وبعدما فضلت أدون على شغل جديد لمدة شهر من غير فائدة، اضطريت إني أسيب شقتي الصغيرة في مصر الجديدة وأروح أقعد مع أختي الكبيرة منى عند بيتها في مدينة نصر. منى أكبر مني ب4 سنين، متجوزة من 3 سنية. لمن أحمد راجل كويس ومحترم على حسب ما كنت شايفاه. هو مصمم جرافيك وبيشتغل من البيت معظم الوقت، ومنى صيدلاني في صيدليه كبير. هو بتشتغل ورديات طويله ساعات بتفضل في الصيدلية لحد الفجر أو حتى طول الليل. لما قررت أسيب شقتي كنت فعلا في حاله نفسيه صعبه، مش بس عشان خسرت شغلي، لكن كمان عشان كنت لسه منفصله من 6 شهور عن خطيبي السابق محمد اللي كنت مرتبطه به 2 سنين. والانفصال ده كان صعب عليا جدا وخلاني أحسني فاشله في حياتي كلها مهنيا وعاطفيا. أول ما اتصلت بمنى وقالت لها على وضعي ما ترددت شفانيه ووب أحده. قالت لي يا ساره، أنت اختواي اللي يمنعك تيجي تعيشي معانا البيت بيتك، وأنا وحمد هنبقى مبسوطين لو أنت معانا. كلامها خرونا لاني إعيط من الامتنان، لاني فعلا كنت محتاجه حدا يسند ندني في الوقت ده. أول ما رحت عندهم منى استقبلتني بحضن دافي وقالت لي أرنني بيتك يا سارة واحنا مبسوطين. إنك معانا. أحمد كان واقف ورا وبسم بهدوء مد إيده وسلم علي بشكل محترم جدا وقال أهلا بك يا. أثاره البيت نور بيكي. كان شكله مرتب ومحترم، لابس تيشيرت وبنطلون مريح وبيتكلم بادب وبصوت هادي. البيت كان جميل وارتب شقه وغيره من 3 أوض وصاله كبيره. من اللي ودتني على وضه الضيوف اللي هتبقى بتاعتي، وكانت وضه لطيفه فيها سرير مريح ودولاب كبير ومكتب صغير. قالت لي دي وضتك يا سارة، ارتاحي فيها واعتبري نفسك في بيتك. أول أسبوعين كانوا عاديين تماما. أنا كنت بقعد في أوضه الضيوف وبحاول يساعد منى في شغل البيت قد ما قدر عشان ما أحسش إني تقل عليهم. كنت بصحة بدر أنظف البيت، أغسل المواعين وأحاول لأطبخ كمان عشان أخفف عن منى اللي كانت مرهقة من شغلها في الصيدلية. أحمد كان بيسلم علي الصبح وبالليل، وكل واحد فينا ماشي بالليل يا حاله. كنت بلاحظ إنه شخص هادي ومش بيتكلم كثير، وده كان مريحني في الحقيقة. كان بيقعد معظم الوقت في مكتبه اللي في آخر الصالة بيشتغل على اللابتوب بتاعه وبيصمم تصاميم إعلانه ساعات. كان بيطلع يقابل عملاء أو يروح اجتماعات، بس في الأغلب كان موجود في البيت. في الأسبوع الثالث بدأت نلاحظ حاجات صغيرة، حاجات في البداية فكرتها عادي، بس بعدين بدأت تقلقني. كنت بصحة بدري عشان أعمل لفترة لم تروح الشغل، ولقيت أحمد بدأ يصحى بدري كمان وبقى يقعد معايا في المطبخ وأنا بحضر الأكل. في الأول كان بيقول إنه عايز يعمل قهوه، بعدين بقى يقعد ليا وأنا بطخن ويقول ريحه الأكل حلوه قوي أنت شاطره في الطبخ. كنت بابتسم بادبا وبشكر، بس جوايا كنت حاسه بشيء غريب مش عارفه أوصفه بالضبط. بعد كده بكام يوم لاحظت إنه بقى يسألني اسأله شخصية أكتر مرة. قال ساره، أنت كنت مرتبطه قبل كده؟ قلت له إيوه، كنت مخطوبه بس انفصلنا. قال ليه يعني؟ أي واحد يسيب واحدة ازيك الطريقة
اللي قال بها الكل. أمدها خلتني أحس بعدم ارتياح، بس قلت نفسي يمكن هو بس بيحاول أن يكون لطيف ويخفف عني. مرة ثانية كنت واقفه في المطبخ بغسل المواعي ينبع الغداء، ومنى كانت في أوضتها بتستريح. أحمد دخل المطبخ وقال إنه عايزني يخدميه من الثلاجة. وقف جنبي قدام الحوض ومد إيده يفتح الثلاجة، بس المسافة بيننا كانت أقل من المفروض. حسيت بكتفه بلمس كتفي وفضل وقف كده لثواني طول من اللازم. قلبي دق بسرعة عليه، لقيته بيبصن لي بنظره مش عارفه أوصفها. بعدها بيوم كنت قاعده في الصالة بتفرج على التلفزيون. هي قطة ولجامه قط. يا مريم ريحه. أحمد نزل من مكتبه وقعد على الكنبه اللي جنبي. في الأول كان بيتفرج على التليفون، تلفزيون عادي، بس بعدين بدأ يتكلم معايا عن المسلسل، وبعدين بدأ يسألني عن حياتي الشخصية، عن إصحابي، عن خطيبي السابق. قلت له أنا مش حابه التكلم في الموضوع ده. لو سمحت، بس هو قال لي هنا صديقك وممكن أساعدك تتخطي اللي فات. الطريقة اللي قال بيها صديقك حسسني أن في حاجة غلطا في نبره صوته، وكان في حاجه أكثر من مجرد صداقه عائليه عادي. في يوم وانا واقفه قدام البوتاجاز بقلب في البيض، حسيت أنه واقف ورايا على مسافة وراه. هي أقرب من المفروض، قال عايزه. أجيب الملح من الدولاب اللي فوقك ومد إيده جنبي بشكل خلاني أحس بوجوده قريب جدا مني. جسمه كان قرب يب من ظهري تقريبا، وحسيت بانفاسه على رقبتي. قلبي دق بسرعة رهيبة. قلت لنفسي يمكن أن ألو بتخيل حاجات مش موجودة هون. يمكن مطبخ ضيق وهو مش قاصد، بس الإحداث ما وقفتش عند كده. بعدها بأيام منى كان عندها ورديه ليليه، وهو تفضل في الصيدلي لحد الصبح. قعدت أنا وحمد لوحدنا البيت. لأول مرة حاولت إني أقعد في أوضتي معظم الوقت. قفلت الباب وقعدت على اللاب توب بدورا على شغل وببعث السي في لشركات كثير حوالي الساعة 8 بالليل. كان لازم أنزل أعمل عشاء. نزل طلبخ وبدأت نحضر حاجة بسيطة مكرونة بالصلصة، ولقيت أحمد داخل عليا وقال لي قاعده لوحدي كتعالي نتعشى مع بعض في الصالون. قلت له لا مش جعانه قوي، هاكل بعدين في أوضتي، بس هو إصر وقال طب على الأقل أقعدي معايا شوي. أنا حاسسا إني مش بتكلم معاك كفايه، وأنت ختمنا ومن حقك تحسي أنها بيتك. ما قدرتش أرفض ثاني من غير ما يبقى الموضوع واضحا إني بتجنبه. فقلت له ماشي، بس أنا هخلص الأكل الأول. خلصت الطبخة وطلعت طبقين، واحدا لي وواحد لي، ورحنا قعدنا في الصالون. قعدت معاه في الصالون، بس كنت حاسه بتوتر غريب. بدأ يسألني عن حياتي، عن شغلي، عن علاقاتي العاطفية. سألني في حد في حياتك دلوقتي؟ قلت له بصراحة أنا كنت مرتبطة بس انفصلنا من 6 شهور. قال بنظره غريبه مش عارفه أوصفها، يعني أي واحد يسيب وحده زي كم واحدة. نت جميله وذكيه ومتربيه كويس. كلامه خلاني أحس بحرج شديد. ما كملش عند كده. قال أنا لو كنت مكانه ما كنتش هسيبك. ابدأ اللحظة دي. حسيت أن الخط الأحمر تعدى بسيط له بنظره متفاجاه، وقلت له أحمد أنت متجوزة أختي ومش من حقك تقول الكلام ده. حاول يضحك الموضوع ويقول أنا بمسح يساره ما تخديش الكلام بجديه قوي، بس عينيه كانت بتقول حاجة ثانية. قمت بسرعة وقلت له أنا تعبانة شوي هروح. أنا بدري طلعت أوضتي وقفلت الباب بالمفتاح، وقلبي كان بيدق بسرعة رهيبة. قعدت على السرير وبدأت أفكر
هل اللي حصل ده حقيقي؟ هل أحمد فعلا بيحاول يتقرب مني بطريقة غلطا ولا أنا اللي بتخيل ومبالغه في ردود أفعالي؟ ظلت مستيقظه معظم الليلة مش عارفه أنام. كنت بسمع صوتا أحمد وهو بيتحرك في البيت بيقفل النور في الصالة بيدخل وضته وكل شويه كنت بتخيل إنه جاي ناحية أوضتي فكنت بقوما يتأكد إن الباب مقفول كويس من اليوم ده. أحمد بقى يلاقي أي حاجة عشان يكون قريب مني مرة طلب مني ساعده في ترتيب المكتبة له في الصالة ولما كنت واقفه على السلم وهو مسكه عشان التوازن حسيت أن أيده تحركت بشكل مش طبيعي على ظهره حتى تحت شويه على خصري ولما ما بسط له بنظره استنكار شال أيديه بسرعه وقال أسفة كنت خايف تقعي مرة ثانية. دخل عليا الأوضة من غير ما يطبق الباب وأنا كنت قاعده بلبس البيت المريح شورة قطن وتشيرت وشعري مفكوك اتفاجأت جدا ولقيته واقف في الباب وبيبص لي عينيه كانت بتحرك على جسمي بطريقه واضحه. قلت له بصوت عالي شوي إهداء مش بتطق الباب. قال اسف ما كنتش أعرف أنك موجوده كنت فاكرا أنك نازله بس الطريقة اللي بص بيها عليا قبل ما يمشي خلتني متأكده إنه كان عارف إني موجودة بعد الموقف ده. بقيت أخذ بالي البس حاجاته تراه ككت في البيت وبقيت أقفل باب أوضتي دائما حتى لو أنا فيها حاولت إقلال احتكاكي به قد ما أقدر. بقيت أكل في أوضتي بدل ما أكل معاهم وبقية ما بنزلش المطبخ غير لما أكون متأكده أن منى موجوده. منى لاحظت التغيير في تصرفاتي وسألتني مالك فروحة فيها أنك مش مبسوطة أو حصل حاجة إذا ضايقتك. قلت لها لا يا منى أنا بس مضغوطة عشان مش لاقيه شغل وحاسه إني بتقل عليكم. قالت لي أنت إيه تقل اللي بتقولي عليه إحنا مبسوط لأنك معانا وأحمد كمان بيقول كده بيقول إنك بتساعديني في البيت وأنكحت كويسه لما سمعت اسم أحمد وهو بيتكلم عني مع منحة آيات بغضب وقرف زاي ويقول كده وهو عارف إنه بيعمل إيه. الموقف الأصعب حصل من أسبوع بالضبط. منى كان عندها ورديه ثانيه وقالت لي أنا هظل في الصيدليه لحد بكره الصبح أنت وحمد اتعشوا كويس وخدي بالك من نفسك. كلامها خلاني أحسب بخوف إني خوف أحمد ثاني. قررت إني مش هنزل من أوضتي خالص المرة دي. حضرت سندوتشات وفاكهة وحطيتهم في أوضتي وقفلت الباب بالمفتاح. قعدت على المفتاح سرير بتفرج على مسلسل على اللابتوب ولبست بيجامه قطن مريحه. كان الجو حرا شوي فلبست تيشيرت قطن أبيض فضفاض وبنطلون قصير بس طلع أنا مش ناويه طلع من الأوضه حوالي الساعة 10 بالليل. سمعت دقة على باب أوضتي قلبي واقفا من الخضة. صوت أحمد جه من بره سارة في مشكله في التكييف بتاع الصالون وأنا مش فاهم إضبطه إزاي. ممكن تيجي تشوفيه معايا أنت درستي شوي تقنيه في الكلية صح؟ أنا ما درستش تقنيه خالص وعارفه أن ده مجرد حجه بس خفت إني لو ما نزلتش يبقى واضح إني بتجنبه وممكن يزعل ويقول لمو أني مش مبسوطة يا البيت. ففتحت الباب وقلت له ماشي نشوف المشكلة. نزلت معه وانا حاسه بتوتر شديد. قلبي بيدقن بسرعة وكفوفي بتعرق راحا للصالون وفوف على التكييف وكان شغالا بس بيطلع هواء دافي. قلت له يمكن المشكلة في الريموت أو في الإعدادات وبدأت أدور على الريموت فجأة حسيت بوجوده وراي تماما. بص في المرايه لقدامي ولقيته واقف على بعد سنتيمترات من عيني
كانت بص على جسمي بوضوح التشير. القطن الأبيض كان خفيف شويه في الضوء وأنا مش لابسه جاكيت فوقيه. حسيت إنه بيبصلي بطريقة خلتني أحس أنه قريب جدا. قلبي واقف من الخوف. استدرت بسرعه وقلت له أنا مش لاقيه الريموت، يمكن تدور عليه بكرة. بس هو ما بعدش، بالعكس هربكت وقال بصوت هادي ساره: أنا ملاحظ إنك بتتجنبيني، أنا عملت حاجة غلط؟ قلت له وأنا بحاول أبعد إلى خالص ما، بس مش هذه أكون تقل عليك. وعلى منى قال نتمارى: لا تقل خالص، بالعكس وجودك هنا بخيل البيت إحلى. وهو بيقول الكلام ده مد أيده ولمس شعري بشكل خلاني ارتعش إصابعه لمست خصله من خصله شعري وراحت على رقبتي. حسيت بالمستهي زي دفق على جلي. قلت له بحزم وانا بشيل أيده: احمد ده مش صح، أنت جوز اختي شال أيده بسرعة. لا أنا آسفة، أنا ما قصدتش حاجة، أنا بس كنت شايف شعره وقع على وشك، بس عينيه كانت بتقول حاجة ثانية خالص، كانت فيها دفء واضح، دفق مكبوت وعميق. رجعت أوضتي وأنا قلبي بيدق بسرعه رهيبه. قفلت الباب بالمفتاح مرتين ودفعت الكرسي قدام الباب. كمدت على السرير وأنا بعيط من الخوف والحير، مش عارفه وأقول لما أيه مش عارفة يتصرف ازاي. لو قلت لها أكيد مش هتصدقني وممكن أبقى السبب في خرا ببيتها. ولو سكت مش عارفه أحمد ممكن يعمل إيه بعد كده. فضلت أفكر فكرة طول الليل وقررت إني لازم أبعد عن الموقف ده باي شكل ثاني. يا يوم الصبح بعتت لكذا صاحبه لي نسالهم لو حد يقدر ويستضيفني لحد ما لقي شغل، بس كلهم اعتذروا لظروفهم. صاحبه منهم قالت لي أن ها مسافره، ونور قالت لي أن أهلها مش هيوافقوا أن حد يسكن معاهم، ومني قالت لي إنها عايشه مع زميله وما فيش مكان إضافي. بدات أدور على شقق مشتركه على النت ودور على وظائف بشكل محموم. كل ما افتكر الموقف اللي حصل حسن بقرف وخوف، مش خوف من أحمد بس لكن خوف مش خوف من نفسي كمان، خوف من إني في لحظة ضعف ممكن المقومش، خوف من أني أكون السبب في تدمير حياة أختي. في اليوم اللي بعده كنت في اليوم مطبخ بعمل الغداء ومنى كانت نايمه في أوضتها بعد ورديه طويل. كنت فاكره أن أحمد طالع بره شفته وهو لابس ومستعد يخرج الصبح. نزلت المطبخ وانا مطمئنه أحمد كان في مكتبه، ولما سمع صوت الأكل وهو بيستوي نزل على المطبخ. دخل وقال ريحه الأكل تحفه يا سارة تطبخي إيه؟ وقفت وانا بقلب في الأكل وحاولت اتجاهله. لبست فستان بيت قطن طويل بس الحر خلاني الشيل الجاكيت اللي كنت لابساه فوقيه الفستان كان ساتر، بس قماشه كان خفيف والحر في المطبخ كان عالي من البوتاجاز، فكنت حاسه إنه جسمي شكله واضح تحت القماش. فجاه حسيت بحمد واقف وراي مباشره. قبل ما قدر اتحرك أو يقول أي حاجة لقيت أيديه على خصري من ورا وجسمه قريب من ظهره. اتصدمت تماما جسمي كله كشل صوتي ما طلع. حسيت بدفق جسمه على ظهري وحسيت بانفاسه على رقبتي. قال بصوت هادي جنب ودني: سارة أنا مش قادر استحمل أن بحسه، إنك عارفه إني منجذبا ليك وأنا شايف أنك مش كرهته. كلامه كان زي صدمه على وشي. حسيت بغضب ودموع في نفس الوقت. دفعته بكل قوتي وانثوى لفيت عليه وانا بصوت عالي شويه: أنت بتعملي أيه ده؟ أنت جوز أختي وهي نايمه في الأوضة فوق وانت بتعمل كده. وبص عليا بنظره كان فيه ندم وخوف في نفس الوقت وقال: أنا إسف، أنا فعلا إسف، إن ما كنتش قاصد، أنا حاسس أني مش كويس دلوقتي، أنا مش كويس دلوقتي.
أنا بمر بضغوط في الشغل وعلاقتي مع منى مش زي الأول. قلت له وانا بعيدا أن مش عايزة أسمع أي حاجة، أنا لازم أمشي من هنا بكري. وأنت لو إنسان محترم ما تقري، وأنت لو إنسان محترم بش مني تاني. قال لا منى اتصال ونتها تقولي لها أي أرجوك ما تقوليش حاجة مش عشاني أنا، عشانها هي، عشان ما تتحطمش أنا بحبها. وما عمري أفكر خونها، اللي حصل كان غلطه، كان لحظه ضاع. فوان إسف بسيط له في عينيه لا ولمره من أيام، ولقيت فيها فعلا ندم بس كمان لقيت فيها خوفا من أن ننسره يتفضح مش ندم حقيقي على اللي عمله. قلت له بصوت حازم أنا مش هقول حاجة، مش عشانك، عشان نختي، بس لو حاولت تقرب مني ثاني لحد ما أمشي مش هسكت المرهو ضدهم. يهسرخ وهيقول كل حاجه مهما كانت النتيجة. هز راسه بموافقه بعد عن باب المطبخ طلعت من المطبخ ولعت حاسه بمزيج من الراحة والقهر. راحه إني قدرت يواجهها أخيرا وقهر إني مضطره اسكت عن حاجه كبيره زيدي عشان أحافظ على بيت أختي بكره. هشوف الشقة ولو تضبطت أبدا أحزم حاجاتي وهقول لمن أني لقيت فرصه شغل محتاجه أكون قريبه من مكان الشغل. أحكي لها قصه مقنعه وهو دعاها بابتسامه وهمشي عنه من البيت دهوانا شي له سر تفكيري مش عارفه هنساه قلب متين مش عارفه. هل قراري بالسكوت كان صح ولا غلط مش عارفه. لو كان المفروض ضحي ببيت أختي عشان الحقيقة تطلع ولضحي بنفسي واسكت عشان أحافظ على سعادتها. كل اللي أنا أعرفه إني مش قادره أفضل فلفل بيت ده يوما واحد زياده، وأني لو فضلت ممكن أحمد يحاول ثاني، أو ممكن أنا نفسي أضعف في لحظة ضعف وأعمل حاجة هندم عليها طول عمريا. النهارده الصبح منا خرجت بدري على الشغل وأنا قررت إني أنزل أعمل إفطار بسيط عشان أحدى معايا للوضع. كنت لابسه جلباب بيت السات وقفلت شعري كويس. نزلت بحذر وأنا شايفه إن باب مكتب أحمد مقفول. فكرت إنه نايم. دخلت المطبخ وبدأت تسخن الماء عشان أعمل شاي. ولما لقيت الأكل كوبايه لقيت أحمد واقف في باب المطبخ. قلبي هبط من الخضة وخدت خطوه لورا ولصقت بالحيطة. قال بصوت هادي سارة أنا عارف أنك خايفة مني وعارف أني عملت حاجة وحشه، بس أنا فعلا نادم وعايزة اعتذر بجد. أنا مش عارفة إيه اللي حصل، أنا مش عارفة إيه. قال لي خلاني أعمل كده ساكته وما قلتش حاجة وكنت بس عايزة أخرج من المطبخ بسرعه. قال أنا سمعت أنت بتدوري على سكن ثاني ولو ده اللي هي ريحك فعلا مش هعترض، بس رجوكي ما تقوليش لما أي حاجة هو مش عشاني عشانها، هي عشان ما تتحطمش أنا بحبها. وما عمري أفكر أخونها اللي حصل كان غلطه، كان لحظه ضعفا وانا إسف بسيط له في عينيه لا ولمره من أية فيها فعلا ندم بس كمان لقيت فيها خلق. وفخوفا من أن سره يتفضح مش ندم حقيقيا على اللي عمله. قلت له بصوت حازم أنا مش هقول حاجة مش عشانك، عشان أختي بس. لو حاولت قلت هرب مني ثاني لحد ما أمشي مش هسكت المرة دي هصرخ وهقول كل حاجة مهما كانت النتيجة. هز راسه بموافقه وبعد عن باب المطبخ طلعت من المطبخ وانا حاسه بمزيج من الراحة والقهر. راحه إني قدرت يواجهه خيرا وقهر إني مضطره اسكت عن حاجه كبيرة زيدي عشان أحافظ على بيت أختي بكره هشوف الشقة ولو تضبطت هبدا أحزم حاجاتي وهقول لما أني لقيت فرصه شغل محتاجه حاجة أكون قريبه من مكان الشغل. لهحكي لها قصه مقنعه وهو دعها بابتسامه
وهمشي من البيت دهوانا شايله سر، تثقيل مش عارفه هينساه قلب متم. مش عارفة هل قراري بالسكوت كان صحا ولا غلطة؟ مش عارفه لو كان المفروض ضحي ببيت اختي عشان الحقيقة تطلع، ولا أضحي بنفسي وأسكت عشان أحافظ على سعادتها. كل اللي عارفه أنها عيشة بقي حياتي، وأنا نشايله السر ده وهفضل أتساءل. لو كنت تصرفت بشكل إني، لو كنت قلت من أول مرة، لو كنت واجهت منى بالحقيقة، كانت حياتي تبقى إزاي؟ بس النهاية أنا اخترت إني أحمي اختي حتى لو ده معناه إني تحمل الوجع والقهر. هر وحدي وده قراري صح وغلط، وانا هعيش يعي.